جي شوك رانجمان جي دبليو 9400. الساعة دي معمولة زي كأنها دبابة ومليانة أدوات زي كأنها شنطة نجاة. الجي شوك رانجمان معمولة فعلا للناس اللي بتخرج للطبيعة، مش بس ناس حابين يظهروا بستايل أو يبانوا بساعة معينة، ولكن ناس عايزين يستخدموها كأداة. This is the new G-Shock Rangeman. ولكن الساعة دي تناسب ناس زي المتسلقين، العساكر، المسعفين، ناس شغالين في الإنقاذ. أي حد في اللي ذكرناهم دول محتاج الساعة تشتغل معاه في أي مكان ومهما حصل. To freezing temperatures. كاسيو MDV. تعالى بقى نغير الجو ونعدي على حاجة أتقل حبتين من ساعات الكاسيو، واللي هي الكاسيو دورو. الساعة دي ساعة غواصين، ولو ما كنتش عارف إن الساعة دي ساعة كاسيو فأقل حاجة كنت هتفتكر إن سعرها $200، بس لأ، الساعة سعرها حوالي $70 بس. وفوق كل ده مقاومة للمية لغاية 200 متر، والبيزل بتاع الساعة بيلف، وشاشة سان بيرست كمان، والساعة معمولة من الستانلس ستيل ومفيش فيه أي بلاستيك رخيص خالص. ومع إن الساعة حجمها كبير 44 ملم، ولكن لبسها مريح جدا. كاسيو CA53W كالكوليتور ووتش. مبدئيا أنا عارف مش كتير هيحب الساعة دي علشان شكلها وعلشان المواصفات اللي فيها، ولكن لولا اختلاف الآراء لبارت السلع. اولا الساعه دي بتيجي بآلة حاسبه، والكاسيو CA53W هي ساعه التك لافر او النيرد او طفل حتى فاكرها من الثمانينات وقاعد بيضحك دلوقتي. مش ده الزراير اللي في الساعه شكلها صغير، برضو احتمال تستخدم الآلة حاسبه مره كل شهر او ممكن ما تستخدمهاش خالص. بس الفكره مش في كده، الفكره ان الساعه هي عباره عن فايب. الساعه شكلها مختلف، تحس شكلها قديم كده. عارف انت الصوره اللي شكلها ابيض واسود من الستايل الكلاسيكي القديم؟ الساعه دي تحسها كده، لونها ابيض واسود، مش لونها كلونها، ولكن انا بتكلم على الستايل بتاعها. والساعه دي غير ان موجود فيها آلة حاسبه، فيها الدول تايم وستوب ووتش، والبطاريه بتاعت الساعه دي بتقعد معاك لغايه 5 سنين.